السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله البيتزا. الفيديو مش محتاج لا شرح ولا وصف، هي الصورة شرحة نفسها. احنا طبعا دي بيتزا في البيت، حاجة نظافة وحاجة عظمة وحاجة انت عارف انت عاملاها بايدك ازاي. لكن تعالي بقى على اللي من المحلات بالفلوس قد كده، وفي نفس الوقت ما تعرفيش ايه اصلا ايه الحاجات اللي بيضيفوها على الجبنة الموزاريلا. هقولك عليها خلال الفيديو ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة ونعمل لايك ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنحتاج 2 كيلو دقيق، معانا كمان معلقة كبيرة او معلقتين خميرة فورية، ومعلقة ملح ومعلقة بيكنج باودر، ومعانا كيلو من اللبن الرايب. لو ما عندكيش رايب اعملي بالحليب. بس المقادير بتاعه العجينه ديت، وبنكمل العجن بالميه. المقادير بتاعه العجينه ديت والله العظيم اجمل عجينه واجمل مقادير لقيتها مظبوطه في المعجنات اللي انا عجنتها كلها، وكان طعمها في البيتزا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. روعه. معاها كوبايه زيت على زبده سايحه. اعجني احفظي المقادير ده عندك واعتمديها، هتعملي بيها كل انواع المعجنات. وانا عامله كميه ليه؟ لان انا بحتفظ بالعجينه معايا في التلاجة ممكن اسبوع كامل، اسبوع وانا محتفظه بها في كيس متغطيه ما تتعرضش للهواء عشان ما تنشفش. وعجين العجينه كويس قوي واديها حقها في العجن، وخدي منها الكميه اللي انت محتاجاها اليوم اللي انت هتعملي فيه، والباقي لفها في كيس كويس وشيلها معاك في التلاجة. كل يوم اصحي اعملي واحده طازه، مش ما هنشيلها في الفريزر وهتبقى طعمها متغير، ولا ان احنا مثلا هنعجن كل شويه، الحاجات دي بتزهق برضو صراحه يعني. فانا بعجن 2 كيلو دقيق لما كنا ناويه اعجن 2 كيلو دقيق، وساعات كنت بعجن 5 و6 كيلو كمان والله. بس صراحة ما عادش في صحة تتحمل الكمية دي. المهم اقل حاجة 2 كيلو اعجنيهم وحطهم في التلاجة من تحت مش في الفريزر. خدي الكمية اللي هتعمليها في يومك والباقي حطيها كل يوم بقى. خدي قطعة او قطعتين على حسب احتياجك، واعمليه طازة وفريش ويبقى لسه طالع من الفرن وتاكله وهو سخن. طيب، احنا خدنا النهارده بقى معانا 4 بيتزات، خدتهم وعملتهم كنا في رمضان وعملتهم للفطار في رمضان. اه كان بصراحة كان طعمها يعني احسن من احسن اكل تاني واي عزومة تاني. المهم ان انتي شوفي يا ست الحبايب، ما تعمليش الجبنة الموزاريلا دي، شفت لها فيديو صراحة عاملينها بيضيفوا لها دود وحاجات وحشة اوي. انا بطني وجعاني من ساعة ما شفته. فكانت يعني اخر مره اشتري جبنه موزاريلا من بره تاني. هي بتتعمل في البيت برضو بتديكي نفس النتيجه واحسن وانضف. بتضيفي لها خل، انا هبقى اصور الفيديو ده ان شاء الله معاكم وانزله على القناه. بتعملها في البيت انضف واحسن، ومعاكي جبنه رومي جبنه قريش وفي جبنه مطبوخه كمان اللي انا هضيفها دلوقتي. برضو هبقى انزل الفيديو بتاعها. كلها حاجات في البيت وحاجات نظيفه وانت عاملاها بايدك وعارفه ايه هي بالظبط. اما الحاجات اللي من بره ديت سواء اكل ولا منتجات اي انواع تانية، بنحاول ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي. كل حاجة نعملها بايدنا في البيت. يعني نعرفش ليه البنات والحريم بقوا معتمدين اعتماد شبه كلي على الحاجات اللي من بره. المفروض كل بنوتة كده وكل ست بيت تقوم تعمل في بيتها كل حاجة حلوة وجميلة ونظيفة في بيتها، وعارفة أصلها وفصلها. المهم خلينا في الفيديو بتاعنا بقى. العجينة ديت اعتمديها واعملي زيها بيها على طول. الصلصة ديت أنا عاملاها برضو كمية صراحة وشايلاها في الفريزر اكياس كده، وتطلعي منها بتبقى جاهزة في حاجات كتير ممكن تستثمريها تعمليها بكميات تفرزيها، بتفرق معاكي بقى في الجهد وفي الوقت. وديت فراخ محشي فراخ برضو فرماها وعاملاها بالبصل والذرة والكزبرة لكل الحشوات. كنت عاملة كمية برضو هبقى انزلها في فيديو ان شاء الله. كمية فراخ مفرومة كده معصجاها لحشو السمبوسة الحشو المكرونة الحشو كل حاجة ممكن تحتاجيها معاها. نرجع للبيتزا بتاعتنا بقى، معروف الخطوات بتاعتها وكل حافظها، ويا ريت كلنا نعمل في بيوتنا ونشجع بعض ونعمل كل حاجة نضيفها في البيت. بتضيفي بقى الصلصة وبعد كده الحشوة اللي احنا حطيناها الفراخ ديت، وبعد كده الفلفل والطماطم والزيتون، وبعد كده يا ستي الكل ضفت بقى الجبنة اللي انا المطبوخة اللي انا عاملاها في البيت ديت. وطبعا انا حطيت جبنه موزاريلا من اللي هي بره، لان انا ما كنتش شفت الفيديو ده لسه، اللي هم الحاجات اللي بيضيفوها لها يعني. فطبعا ان شاء الله ما عادش اشتريها تاني.
اعملها في البيت احسن. بس طبعا احنا كده بنرص المكونات كلها على البيتزا. دي الجبنه هي اللي بقولك عليها. بغطي البيتزا بقى بتاعتنا كلها بالمكونات بتاعتها، بدخلها في الفرن حامي مسبق على الصاجة على طول مباشرة، عشان تطيب بسرعة وما تطلع طرية وما تطلعش ناشفة. ودي الجبنة للأسف اللي أنا بحطها، يعني آخر مرة إن شاء الله اشتريها. آه، المهم بحط البيتزا في الفرن على الصاجة على طول بتطيب، تاخد وش تحت، تاخد لون من تحت حلو، وبعدين ارفعها على الشواية تاخد ما سيبهاش تحمر كتير، يعني عشان تفضل ايه الجبنة والحاجات طرية على الوش، ولونها بيكون فاتح كده، بيكون طعمها اجمل واحلى. طبعا واحنا شغالين يا حبيبتي على طول برضو مش دايما هنذكر بعض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. كل ديت حاجات بتزرعي بيها، بتبني بيت في الجنة الأول، اللي هو ايه 12 ركعة في اليوم، اللي هما 2 سنة الفجر واربعة قبل الظهر، واتنين بعديه، واتنين بعد المغرب، واتنين بعد العشاء. دول 12 ركعة اسمهم سنن الرواتب، احنا بنحافظ عليهم يوميا ان شاء الله. وبعدين كده احنا كده بنبني بيهم بيت، اللي بيحافظ عليهم بيبقى بيبني بيهم بيت كل يوم. طيب البيت ده عاوز بقى ايه حديقة حلوة قدامه كده جميلة، ان احنا بقى نزرع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دي كنز من كنوز الجنة. يبقى انت تملي بيتك كنوز، وتملي بيتك اشجار وثمار، بايه بالكلمات البسيطة، بالذكر البسيط اللي احنا بنقوله ده. ودي كانت الوصفة بتاعتنا. يا رب تعجبكم وتكون خفيفة على قلوبكم. وانا بشجعكم واشجع نفسي، يلا نعمل كل حاجة في بيتنا بايدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.